في عالم كرة القدم في حاجات كتير أغرب من الهزيمة أو الإصابات، واللي هنحكيه ده حصل فعلا. كلنا عارفين كاكا نجم البرازيل وريال مدريد وميلان. كاكا عاش قصة حب طويلة مع كارولين من أيام الطفولة، واتجوزوا سنة 2005 وكمان خلفوا طفلين، وبعد 10 سنين كاملة انفصلوا. والمفاجأة إن ما كانش في خناقات ومفيش مشاكل مالية ومفيش أي خيانة، كل حاجة انتهت وخلاص. سابته لأغرب سبب ممكن حد يتخيله. كارولين بعد الانفصال قالت السبب اللي خلى الناس كلها مستغربة. كارولين قالت كاكا كان مثالي جدا في كل حاجة، حتى أحسن من أي حد ممكن تتخيله، وده السبب اللي خلاني إني أحس إني مش مبسوطة معاه. يعني باختصار كارولين سابته لأنه مثالي في كل حاجة، وده كان مش بيخليها سعيده. تقريبا كارولين كانت عايزه واحد منحرف. ما علينا، المهم بعد الانفصال كاكا بدا علاقه جديده مع كارولينا دياز، لا وكمان خلفوا بنت وسموها ساره. وكل الاخبار دلوقتي بتقول ان كاكا عايش احسن ايام في حياته. لو عايز تتفرج على فيلم وثائقي عن مسيره كاكا من بدايته لحد اعتزاله هيظهر لك هنا. وما تنسوش لايك واشتراك عشان بيكم نستمر. مع السلامه.